هو قارون هو رجل من قوم سيدنا موسى، وفي أقوال كتير بتقول إنه كان ابن عمه. الغريب إنه ما كانش كافر، بالعكس ده في مفسرين بيقولوا إن كان صوته عذب جدا عند قراءة التوراة، لكنه للأسف نافق سيدنا موسى فأصبح من المنافقين. أعطاه الله سبحانه وتعالى ثروة عظيمة ومال كثير، لدرجة إن مفاتيح الخزائن ما كانش يقدر يشيلها مجموعة من أقوى الرجال، وإنها كانت بتنقل على 60 بغل. قارون خرج على قومه في يوم من الأيام في كامل زينته وهو بيتباهى بثروته، فالناس انقسمت جزئين، جزء نفسه يبقى زي قارون وجزء تاني بينصحه بعدم التكبر والتعالي. لكن للأسف رده كان أوتيته على علم عندي، يعني ربنا أعطاني هذا الرزق لأن أنا أستحقه. قارون كان بيتباهى على سيدنا موسى نفسه وبيقول له لو ربنا ميزك بالنبوة فهو ميزني بالمال، واستهزأ بسيدنا موسى وقال له لو شئت أدعو علي يا موسى وأنا أدعو عليك. فدعا الله على موسى لكن لم يستجاب له، فدعا عليه سيدنا موسى